تخيل وياي طريق سريع يمتد لمئات الكيلومترات، يمر وسط الغابات والصحاري. طريق مرعب أمريكي المحققين يسمونه طريق الموت. هذا الطريق اختفت عليه عشرات البنات وانتهت أحلامهن بلمح البصر، وبقت قصصهن مدفونة جوا تراب تكساس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو راح تسمعون بقضية تاخذنا برحلة زمنية طويلة. رحلة بدت بسنة 1988 وما انتهت إلا بسنة 2021. قضيتنا اليوم مو مجرد جريمة قتل عادية، هي قصة عن الاغتراب وعن التمرد وعن بنية صغيرة بعدها شابة بعمر الورد. طلعت تدور على حريتها بس لقت بطريقها وحش بشري أخذ منها كل أحلامها، حتى اسمها سرقة. وبقت قصتها لمدة 41 سنة غامضة وما معروفة. العالم كله كان يعرفها باسم واحد بس، اللي هي جين دو مقاطعة ووكر. بداية قصتنا ما راح تكون بتكساس، بداية القصة بولاية مينيوستا الأمريكية، وتحديدا بمدينة صغيرة اسمها فورست ليك. هنا ولدت بطلة قصتنا شيري إن جارفيس بيوم 9 مارس من سنة 1966. شيري كانت بنية ملامحها بريئة، وعائلتها كانت توصفها بنية انه عندها طاقة وتحب الحياة. بس تدرون فترة المراهقة تكون فترة جدا صعبة عن الانسان. البنت شيري من كبرت وصار عمرها 13 سنة، البنت بدأت تتغير وبدأت تتمرد على قوانين البيت، وصار عندها مشكلة كبيرة ويا المدرسة. غياباتها بدأت تكثر ومشاكلها زادت لدرجة انه السلطات اتدخلت بهاي القضية، واضطروا انه ياخذونها من اهلها ويخلونها بملجأ رعاية مؤقتة بمدينة اسمها ستيل ووتر. بعد ما خلوها بهذا الملجأ، عائلة شيري تحديدا امها اللي اسمها كيري ووالدها اللي اسمه دون كانوا يتأملون انه هاي الفترة اللي خلوها بالملجأ راح تعدل من سلوكها وترجع البنت طبيعية. وبعد ما صار عمر شيري 14 سنة كان عندها بهذا الوقت جلسة استماع بمحكمة بمقاطعة واشنطن. هاي المحكمة راح تقرر مصير شيري، يا اما تبقى بالملجأ يا اما يرجعونها لعائلتها. هنا شيري سوت حركة ما حد كان متوقعها. بيوم المحكمة استغلت انشغال الكل وهربت من المحكمة. طلعت تركض وصعدت سيارة ويا بنات اثنين وتوجهوا لمدينة جرين باي ولاية ويسكونسن. البنات بعد فترة اللي صعدت وياهن قرروا يرجعون لأهلهم، لكن شيري رفضت انه ترجع وياهم وقررت انه تكمل طريقها المجهول اللي ما تعرف وين راح يقودها. لكن شيري قبل ما تختفي تماما دزت رسالة لأهلها خلوها يتأملون لحد ما انتهت حياتهم. دزت لهم رسالة وكتبت ملخص الرسالة يقول أنا راح أرجع للبيت. هاي كانت آخر مرة العائلة يعرفون رسالة عنها. وبعد مرور فترة على اختفائها، وتحديدا كانت اكو مناسبة اللي هي ليلة الهالوين تحديدا بولاية تكساس. البنت هذه ظلت تتنقل من مكان لمكان. قبلها كانت بمدينة اسمها مينيسوتا وبعدها انتقلت لتكساس. لعلمكم المسافة بين هاي الولاية وهاي الولاية هي 1800 كيلومتر، مسافة جدا بعيدة. شلون شير وصلت لهناك وويا منو صعدت؟ هذا لغز بحد ذاته. المهم تقريبا الساعة صارت 6:30 مساء، فجأة تطب للمحطة سيارة كابرس. السائق كان رجال كبير واللي صعده بالسيارة هي البنت شيري. مدير المحطة يقول باوعت عليه وكان شكل البنت كلش تعبان ومبهذل بنفس الوقت، وكأنما صار لها أيام تنام بملابسها. كانت لابسة بنطلون جينز وقميص أصفر وسترة بيضة. البنت بدأت تتقرب من مدير المحطة وسألته سؤال خلته حاير، مثل بنت بهيج عمر ما المفروض تسأل هذا السؤال. قالت له بلا زحمة سجن إليس وين صاير؟ بنت صغيرة بهذا الليل تسأل عن سجن؟ الوضع جدا غريب. استغرب منه مدير المحطة، لكن رغم غرابة السؤال والسجن هذا مليان مجرمين خطرين، مدير المحطة انطاها العنوان. بعد ما انطاها العنوان راحت باتجاه السجن. الظاهر هذه تتنقل من سيارة لسيارة لحد ما تريد توصل للسجن. بنفس الليلة لكن بوقت متأخر شيري قررت تدخل أحد المطاعم. هذا المطعم يكون استراحة مال سواق الشاحنات، يكون على طريق سريع. قعدت على طاولة واجت النادلة اللي تشتغل بهذا المطعم
اجتها وحتى تاخذ شنو طلبها. هاي النادلة امرأة كبيرة وكانت عندها نظرة اتجاهها، شافتها وضعيتها تعبانة وانه هي وحيدة وواضح عليها انه هي هاربة من اهلها. النادلة سألتها انت منين وش قد عمرك؟ شيري حاولت انه تتصنع القوة وقالت لها انا عمري 19 سنة وجاية من منطقة روكبورت. ورجعت سألت النادلة عن طريق السجن، انا محتار هذا السجن شو تسوي تسأل عليه؟ بنت بهيك عمر شو تسوي تسأل على السجن؟ قالت لها انه اكو صديق هناك ينتظرها. النادلة طبعا ما صدقت انه قصة 19 سنة، البنت حاولت انه تكبر نفسها حتى تقنع هذه الامرأة لكن ما تعبر عليها. تقربت منها وسألتها، قالت لها اهلك يدرون بيش لو لا؟ هنا شيري بقت ساكتة وبداخلها طفلة خايفة ومرعوبة، لكن هو شنو اللي جابرها بالاصل؟ لكن النادلة رسمت لها طريق السجن وقالت لها هنا يكون موقع. اخذت الورقة وطلعت من المطعم حتى تروح باتجاه السجن. اللي هنا الامور تمام. بعد ما صار الصبح وتحديدا الساعة 9:30 صباحا، كان اكو سائق شاحنة مار بهذا الطريق السريع، طريق خارجي ما حد بيه، وكان يلمح شي مشمور بالقاع، مشمور بين العشب على بعد 20 قدم من حافة الشارع. داس بريك ونزل من شاحنته يركض، ومن وصل انصدم بصدمة عمره، لقى جثة بنية شابة مشمورة. الجثة مشمورة على وجهها ومتروكة، وهاي الجثة لمن تعود؟ نعم اللي هي نفسها شيري. شلون تعرضت لهذا الشيء؟ كملوا وياي القصة. الشرطة والطب الشرعي حوطوا داير ما داير المكان وبدأوا ياخذون إجراءاتهم، وحددوا وقت الوفاة حوالي ساعة 3:30 بعد منتصف الليل، يعني بعد ساعات قليلة من طلعت من المطعم البنت انقتلت. سبب الوفاة كان اختناق، المجرم خانقها بطريقة جدا بشعة، تحديدا باستخدام جواريبها النسائية. شلون جت ببالي هاي الفكرة الله أعلم. ومو بس هيك، البنت متعرضة إلى ضربات جدا قوية بحيث شفتها وعيونها كانت مورمة، وغير هذا الشيء لقوا عضة بشرية بحيث أسنان المجرم كلها طابعة على كتفها. الشرطة بقوا مصدومين من الموقف، الجريمة بها كمية حقد وغضب غير طبيعية. بس السؤال الأهم اللي شل تفكير الشرطة بذاك الوقت، هي منو هاي البنية؟ المن تعود وين عائلتها؟ هذا السؤال اللي راح يحير الشرطة لسنوات. طبعا الشرطة عرفوا قضية السجن اللي سئلت عليه وراحوا للسجن ونكتوا نكت، حققوا ويا المساجين والحراس حتى يطيحون على منو كانت تدور بالضبط، وعرضوا حتى صورها للسجناء والحراس، لكن ما طلعوا بأي نتيجة. البنت كأنما نزلت من الفضاء. بسبب غياب التكنولوجيا بذاك الوقت، القضية وصلت الطريق مسدود. بيوم 16 يناير من سنة 1981 الشرطة قررت انه تدفن الجثة خلاص، وحطوا شهادة على قبرها مكتوب انثى بيضاء مجهولة، وتسجلت قضيتها باسم قضية جين دو اللي ذكرتها بداية الفيديو، جين دو مقاطعة ووكر. ظلت هاي البنية مدفونة جوا التراب لمدة 41 سنة، وأهلها ينتظرون ويتأملون الرسالة اللي دزتها لهم من سنوات، اللي قالت لهم انه انا راح ارجع، لكن صار اللي صار والبنت ما رجعت. الاب توفى بسنة 2018 والام توفت 2019. ماتوا وحسرة بتهم ظلت بقلوبهم وما حد عرف شنو صار بيها. لكن بسنة 1999 حاولوا انه يطلعون الجثة ويفحصون DNA، لكن فشلوا للمرة الثانية. الأنسجة كانت محتفظة بمواد كيميائية دمرت الحمض النووي. وبسنة 2015 المحقق توم بين استلم الملف وقسم انه ما يترك هاي القضية الا ويحلها. والله والنعم منك، يلا حلها وخلنا نخلص. وبقى يبحث بالقضية لحد ما اجت سنة 2020 وصارت المعجزة المنتظرة. تعاقدوا ويا مختبرات متطورة، هاي المختبرات متخصصة بعلم الانساب الجيني، واستخدموا تقنية يسمونها التسلسل الجينومي.
فحصوا عشرات ومئات الآلاف من العلامات الجينية، وعالجوا التلف، وبنوا شجرة العائلة بالكامل، ووصلوا لتطابق بعائلة بولاية مينيسوتا. أخذوا مسحات DNA من أقارب العائلة، وطلعت النتيجة الأكيدة 100%. طبعا أكيد هذه الاختبارات مو يوم وليلة، كانت تاخذ وقت جدا طويل يلا يتوصلون النتيجة. وبسنة 2021 تحديدا يوم 9 نوفمبر طلعت الشرطة بمؤتمر صحفي. هذا المؤتمر هز أمريكا، وأعلنوا أن الطفلة جيندو مقاطعة ووكر هي نفسها الطفلة شيري إن جارفيس. وأخيرا عائلتها وأخوانها نزلوا بيان جدا حزين، قالوا أنه عشنا 41 سنة بحيرة ولوعة. أختنا انحرمت من كل شيء حلو بهاي الدنيا، انحرمت من الزواج ومن هواي شغلات، من أنه تصير وانحرمت من أنه تكبر وتعجز ويانا. هذا اللي قالوه. وبيوم 9 مارس من سنة 2022 اللي كان المفروض يكون عيد ميلادها، واللي رسميا مر على عمرها 56 سنة، انشال الحجر القديم وانحط بشهادة قبرها اسمها. وشيري هسه رجع لها اسمها وارتاحت. بس القضية ما انغلقت لحد يومنا هذا. صحيح تعرفوا على الجثة، ما عرفوا منو اللي سوى وياها هذا الشيء، ومنو هذول السواق اللي كانت تصعد وياهم. بقت جريمتها غامضة وما لها أي حل لحد سنة 2026. من تتوقعون كان السايق؟ وشنو السر الغامض اللي ورا السجن اللي كانت تسأل عليه؟ شاركونا نظرياتكم بالتعليقات. إذا عجبتكم القصة والتفاصيل لا تنسون تخلونا لايك والاشتراك حتى نستمر بهيج نوع من القصص. نشوفكم فيديو جديد. وشوفوا هواي انه يقولوا لي طول لنا القصة طول لنا القصة. يا شباب من نشوف منكم تفاؤل حلو ان شاء الله نطول القصة، وحتى بالمستقبل نوصلها الى ساعة. لكن وارونا تفاعلكم. واللي هنا وصلنا نهاية الفيديو، التقوا وياكم بقصة جديدة. سلام.